لقيت أخويا في يوم بيطلب إن هو يتكلم معايا، ودي كانت أول مرة يطلب مني. استنى كل اللي في البيت نزلوا وهو جالي على الأوضة بتاعتي. أنا اسمي سمر وعمري حاليا 19 سنة، وأنا في سنة أولى جامعة. كنت عايشة طول السنين اللي فاتت حياة سعيدة جدا، وكنت عايشة أغلب الوقت مع أمي، لأني أنا بنت وحيدة وماما مخلفتش غيري، وبابا ما كانش قاعد معانا على طول، وهو كان بيجيلنا يومين في الأسبوع مش أكتر. أصل ماما هي الزوجة التانية لبابا، وبابا كان ليه بيت تاني وزوجة أولى وكان ليه منها أولاد، وأنا كان ليا أخين يبقوا إخواتي من بابا، وبابا بيشتغل شغلانة مهمة أوي. ولما بابا حب ماما زمان اتجوزها، وفضل متجوزها في السر طول السنين اللي فاتت، ورغم إن هما كانوا متجوزين جواز شرعي، لكن كان بابا هو اللي طلب كده من ماما، وماما وافقت، وعشت كل السنين اللي فاتت حياتي مع ماما في بيتنا، وأنا كنت كل حاجة في حياتها، وأحلى هدوم وأحلى عيشة وأحلى فسح وأجمل أعياد ميلاد كانت ماما بتعملها لي. وبابا كان ساعات بيقدر يجي وساعات لأ، يعني كان حسب ظروف شغله، لكن ماما كانت متفهمة ظروفه كويس، وأنا فضلت حياتي مستقرة وجميلة جدا لحد من سنة واحدة بس كل حاجة في حياتي اتغيرت للأسوأ، لأنه في الوقت ده أمي تعبت أوي وتوفت، ولما هي تعبت بابا اهتم بيها أوي، لأنه كان فعلا بيحبها ووداها لأحسن أماكن تتعالج فيها. ومن يوم وفاتها لحد دلوقتي أنا عمري ما نسيتها، وفعلا أنا مفتقداها جدا، مفتقدة للأم والأخت والصديقة وكل حاجة حلوة في حياتي. وبعد وفاة ماما جدتي جت من البلد وعاشت معايا في البيت، لكن هي فضلت معايا تقريبا شهر، وبعد كده قالت لبابا إنها هترجع على البلد تاني. قالت له إنه هي ممكن تاخدني عشان أعيش عندها، وده طبعا ما ينفعش عشان دراستي. ووقتها أنا كان ليا خالة واحدة بس مسافرة وعايشة برا، وبابا في الوقت ده خلاص ما كانش قدامه إلا إنه ياخدني أعيش معاه في بيته التاني عند مراته الأولى ومع أولاده اللي هم أخواتي، وهم كانوا 2. أنا كان ليا أخين من بابا، واحد كان في كلية داخلية وبيدرس فيها وعايش على طول، والتاني كان لسه متخرج وكان عنده كده بتاع 22 سنة، وده اللي كان عايش مع مامته على طول في البيت. وفعلا أخدني بابا بشنطة هدومي ووداني بيته عشان أعيش فيه بعد ما حضرلي أوضة هناك. بدأت مرحلة جديدة في حياتي، مرحلة حزينة أوي، مرحلة كده غير كل اللي فات. وطبعا بابا كان مفهم مراته ومفهم أخويا على كل حاجة، بس أنا كنت حاسة وكنت شايفة إنه ولا مرات بابا ولا أخواتي منها متقبليني خالص. حتى أخويا اللي كان في الكلية الداخلية لما كان بينزل أجازات كنت بحس منه بكده، ومقدرش أقولكم إن هما كانوا بيعاملوني كويس ولا كانوا بيعاملوني وحش، وده لأنهم ما كانوش بيتعاملوا معايا من أصله. أنا كأني مش موجودة في البيت، ولو عوزت أي حاجة كنت بتصل ببابا وأقوله عليها، وبابا هو الوحيد اللي كان حنين عليا وكان بيهتم بيا أوي. وطول ما هو في البيت حتى وهو برا كان على طول بيتصل بيا ويطمن عليا، لكن هو كان على طول مشغول في شغله،
كان بيقضي وقت طويل في شغله، وطبعًا مرات بابا ما كانتش قادرة تنسى أبدًا إنه أنا أبقى بنت جوزها من مراته التانية، وده كان منعكس على طريقتها معايا، وأكيد برضه ولادها كانوا متأثرين بيها، وأنا بقى لي شهور وأنا عايشة معاهم، ولما باعوز أكل أنا بادخل المطبخ وأغرف لنفسي وأقعد آكل لوحدي، لكن طنط وولادها على طول بياكلوا مع بعض. وطول ما هما بياكلوا يتكلموا ويضحكوا وما بيبطلوش ضحك وكلام، وأنا كنت بشوف إزاي مرات بابا حنينة على ولادها وإزاي هي بتعاملهم كويس، لكن أنا بالنسبة لها كنت حاجة تانية خالص، وأنا بقيت على طول حزينة ومتضايقة منهم. لكن أنا بدأت من كام شهر أعمل حاجة كده بدأت تريحني نفسيًا شوية، وهي إنه أنا بعد ما بدأت أروح عندهم بكام شهر كده أنا بدأت آخد حاجتهم، يعني حاجتهم الرفيعة وفلوسهم. أنا كان عندي كل حاجة، وفعلًا ما كنتش محتاجة اللي باخده لإنه بابا وماما كانوا جايبين لي كل حاجة حلوة في الدنيا، لكن أنا كنت بابقى سعيدة أوي وأنا باعمل كده مش عارفة ليه، وهُم طبعًا لقوا إنه في حاجات كتير أوي ما كانتش موجودة وضايعة، وكانوا هيتجننوا. وبقوا يفضلوا بالساعات يدوروا على الحاجة ومش لاقيينها، وأنا كنت باخد الحاجة دي وارميها في الشارع وأنا رايحة الكلية، وهما وقتها فكروا إنه الشغالين اللي عندهم هما اللي بياخدوا الحاجات دي، وكان عندهم أكتر من شغالة بييجوا الصبح وبيروحوا بالليل. واللي حصل إنه أخويا اللي لسه متخرج حط كاميرات في كل الأوض من غير ما حد ياخد باله، ومن غير ما يقول لحد خالص إنه هو حط الكاميرات دي، وده عشان يشوف الحاجة اللي بتضيع مين اللي بياخدها، وأنا ما كنتش أعرف طبعًا إنه هو حط الكاميرات دي، والكاميرات بقى صورتني وأنا باخد الحاجات من أوضة مرات بابا وحاجات تانية من البيت، ولقيت أخويا في يوم بيطلب مني إنه هو يتكلم معايا. واستنى كل اللي في البيت نزلوا وجالي على الأوضة بتاعتي، وما كانش في حد غيرنا في البيت ساعتها، ووقتها بقى هو فرجني على الفيديوهات اللي الكاميرات سجلتها لي وأنا بسرق من بيتهم، وأنا ما بقيتش عارفة أقوله إيه لما شفت الفيديوهات دي. قُلت له إن أنا ممكن أدفع قيمة الحاجات اللي أخدتها، بس بلاش تفضحني وتقول لي باقي اللي في البيت على اللي أنا عملته، لكن هو قال لي عشان ما أقولش لحد الفيديوهات دي هتفضل معايا وأنتِ هتعملي كل اللي هاطلبه منِّك، ومش هتصدقوا هو طلب مني إيه. طلب مني إنه أنا أروح أقول لبابا إن هما في البيت بيعاملوني كويس أوي وكلهم، لكن أنا عايزة أمشي من البيت وأروح أعيش في المدينة الجامعية، عشان المدينة الجامعية قريبة من الجامعة. هو قال لي بصراحة إحنا مش عايزينِك في البيت ولا عايزين نشوف وشِّك تاني، ولو ما عملتيش اللي أنا باطلبه منِّك خلال الأيام أنا هاورّي الفيديوهات دي لبابا ولكل اللي في البيت، وكمان هاورّيهم لزمايلِك في الكلية وأعرّفهم إنِّك أنتِ بتسرقي وحرامية، وممكن أنشر الفيديوهات دي على النت وأفضحِك، وأنا فضلت أعيط كتير وقتها، قعدت أترجاه ما يفضحنيش، وقُلتله أنا فعلًا مش عايزة أروح المدينة الجامعية، لإني مش واخدة على الحياة فيها، وأنا فعلًا مش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي، أنا بجد محتارة وخايفة لا يروح يفضحني.